وانا في قلب الكورس يعني الانستراكتور طلب مني في اخر المحاضره ان انا اقوم ابيع حاجه، يعني قومي كده يا كريمه بيع لنا اي حاجه. فانا اتفاجئت، اولا مش عامله حسابي على المفاجاه اللي هو قال لي عليها دي، وكنت ساعتها ماسكه قلم روترنج في ايدي، وانا من عشاق الاقلام الروترنج بصراحه. فانا كنت ماسكه القلم ومن غير اي تجهيز، وما كنتش اعرف ان في التسويق خد بيع لي القلم ده. بالفعل قمت وبدات اكلم زمايلي وامشي وسطيهم بكل ثقه والقي عليهم التحيه واقول لهم ان انا من شركه روترنج ومعايا القلم ده. انت بامتلاكك لنوع واحد من القلم تقدر ان انت يبقى معاك اقلام كتير عن طريق ان انت تغير نوع السنون اللي موجوده في القلم. القلم ده فيه اكتر من ميزه، في الكاوتش او الحلزون الموجود حوالين القلم ده. على التسويق، ناس كتير لما بتيجي تبدا في الحرف اليدويه بتبقى عندها مشكله التسويق. مين اللي هياخد الشغل اللي انا عامله ده بالسعر ده؟ لو انا قلت لكم مثلا ان انتوا هتبيعوا القطعه دي ب 100 جنيه، فانت في نفسك او في نظريتك مين اللي هياخد القطعه دي بالسعر اللي انت بتقولي عليه ده؟ لو انا اخترت الشخص او المكان اللي انا هسوق فيه غلط، او اخترت المكان من غير استهداف، فانا هكون بسوق غلط. يعني انا مثلا هقول لكم عن تجربه ليا، زي ما قلت قبل كده في فيديو اتكلمت فيه عن التسعير. اتكلمت ان انا اول مره عملت منتج ليا، كان برضو شغلي التصميم كله بتاعي، صممت ونفذت وعملت كل حاجه. طبعا انا اللي صممت وانا اللي نفذت وانا اللي رحت اشتريت الخامات وعملت كل حاجه تمام. فجيت في المرحله دي بعد ما خلصت المنتج، انا التكلفه الاجماليه على المنتج ده كانت وليكن 5 جنيه تمام. فانا قلت انا لو بعته ب 9 جنيه او ب 8 جنيه فانا كسبانه كويس جدا. 8 جنيه ده انا كسبانه، جبت سعر المنتج وكمان كسبانه فيه. لكن والله طبعا في البدايه بيكون انت لسه ما فيش عندك خلفيه في التسويق. انا نطيت في الميه ونزلت على طول، عملت المنتج بتاعي اللي اقتنعت بيه وبدات اشتغل. بعد بصراحه ما اتطلب مني اول اوردر، لقيت ان ايه ده السعر اللي انا عاملاه ده قليل جدا تمام. بعد كده بقيت افهم ان انا في حاجات كتير انا مش عامله حسابها. انا اللي بصمم، والمنتج بتاعي انا عشان اروح اشتري الخامات فانا بركب مواصلات، فالمواصلات دي المفروض تضاف على السعر بتاع المنتج. التغليف لو في حد انا اللي هخليه يوصل المنتج ده فالسعر ده برضه هيتضاف على سعر المنتج. فلازم الحاجات دي كلها. لو انا كمان في الورشه دي ليها ايجار، الكهرباء بدفع كهرباء، بدفع كذا بدفع كذا. فلازم على الاقل لو انا حتى بشتغل من البيت ابقى حاطط رينج كده معين للاسعار او الخامات او التكلفه دي كمان اضافيه بالاضافه لسعر المنتج، عشان ما تغلطوش الغلطه بتاعتي تمام. في حد اصلا ممكن تاخد المنتج بتاعك رغم ان المنتج يكون قيم جدا، الا ان الشخص اللي قدامك ده مش مهتم بالمنتج ومش يعني المنتج بالنسبه له عادي تمام. فانت لما تاخد المنتج وتروح له، لو انت نفسك مش مقتنع بالمنتج اللي انت عامله، فانت اسفه مع اول رفض ليك هتحس بالاحباط وخلاص انا فشلت، انا مش هعرف اعمل حاجه والشغل بتاعي وحش. لكن لو انتوا عندكم قناعه بالمنتج بتاعكم وقد ايه المنتج بتاعكم ده ممكن يكون قيم بالنسبه للناس، وانتوا عارفين بالفعل ان هو قيم، انتوا مش بتروحوا تبيعوا اي حاجه او مش بتطلعوا اي منتج وخلاص وترموا في السوق. لا، لو انتوا بتعملوا فعلا شايفين ان انتوا بتعملوا حاجه متميزه، حاجه تستحق وحاجه ليها قيمه، بس اللي قدامك هو اللي مش مقدر القيمه دي، فانت هتشوف مكان تاني يختار او يقدر الشغل بتاعك. وقبل ما اي مكان يقدر الشغل بتاعك لازم انت نفسك تكون مقدره. يعني ايه؟ يعني عارف ان انت تعبت في تصميم او تعبت في شغل ان انت تطلع الشغل بتاعك بجوده عاليه يا جماعه، وما تتنازلوش عن ان انتوا تعملوا جوده عاليه. في ناس تقول ممكن يعملوا شغل معلش يعني ايه اللي هو زي ما بيقولوا كده سوقي، اي حاجه بحيث ان هو يرمي عدد كتير. فانتوا او النوع ده من الناس في منه كتير قوي، النوع اللي بيعمل شغل رخيص وشغل بخامات مش كويسه وشغل على خامات مش كويسه، فالنوع ده فيه منه كتير وبيغرق السوق.
وده ليه الكلاينت بتاعه، ده ليه الكلاينت بتاعه. فانتوا بتشوفوا انتوا عايزين تتميزوا بايه. انا عايزه اتميز بالسعر الرخيص، اوكي. انا عايزه اتميز بمنتج الجوده بتاعته عاليه وينافس في السوق. يعني لما بيجي حد يطلب مني اوردر بيبقوا عارفين ان انا المنتج بتاعي اغلى من السوق، ممكن يكون اغلى كتير عن السوق، بس عارفين ان هم كمان بالاضافه لكده هم يقدروا يحطوا السعر اللي هم عايزينه على المنتج. ليه؟ لان بيبقى فيه كده مقارنه بين الشغل السوقي والشغل ده. فانت بتشوف انت عايز ايه. عايز سعر رخيص اهو موجود، عايز جوده عاليه وشغل متميز موجود. كون ان انت مثلا لو قلنا ان في شركه زي فولفو بتاعت العربيات، هي بتتميز بعنصر الامان. يعني العربيه بتاعتها بتقولك اكتر حاجه انا ببيعها لك في العنصر ده الامان، تمام. لو قلنا ابل، فابل بتعمل منتجات بجوده عاليه وفي نفس الوقت هي برستيج. يعني في ناس بتشتري منتجات ابل عشان خاطر الجوده وعشان خاطر برستيج، انا شايل منتج من ابل، فعملت لنفسها مكانه معينه. نفس الحكايه انا باخد منتج عليه كي بي، فكي بي ده معناه جوده ومعناه ان الشغل ده مش موجود في حته ثانيه، تمام. انا بتميز بشغلي بكده ان انا بحط عليه التوقيع بتاعي، بعمل شغل بطريقه معينه، لازم اخدم الشغل بتاعي بشكل كذا لان انا بحب الشغل ده. فانا مش هطلع منتج اللي هو برمي شغل في السوق وخلاص عشان خاطر اجيب فلوس. لا، انا ما كانتش القطعه اللي بتطلع مني انا حباها، ولما بحبها هي كمان بتديني طاقه عاليه جدا، هي بتشحنني حقيقي يعني. وانا ببقى سعيده جدا بشكل القطعه في الاخر، ان القطعه بتاعتي او المنتج بتاعي طالع بالشكل ده. كل قطعه ببدا احب فيها الشغل من جديد. فعايزاكم انتوا كمان وانتوا بتشتغلوا تبقوا عارفين ايه القيمه اللي انتوا عايزين تقدموها في المنتج بتاعكم عشان تقدروا تسعروه. لو انتوا ما حسيتوش بقيمه الشغل بتاعكم، فانتوا اللي قدامكم كمان مش هيحس. يعني انا مش هينفع اخد الشغل بتاعي واديه لاي حد اقول له خد سوق الشغل ده. لازم في الاول انا اتعب وانزل، ولان انا مقتنعه بالمنتج بتاعي فهبدا اقنع بيه اللي قدامي، لان عندي ثقه في المنتج بتاعي، عندي ثقه في الجوده بتاعه المنتج بتاعي. لكن اي حد تاني هياخد المنتج مش مهتم. يعني في موقف قريب هحكي لكم عليه. دخلنا محل من زمان ما كناش نعرف ان هو لسه موجود، الماركه دي اللي هو اسمه والشبراويشي. كانت صديقه ليا شافت منتج، حطت رول اون تقريبا في ايدها وشمت، فرقت الريحه حلوه جدا، والريحه فضلت في ايدها لمده يومين. فعايزه تجيب المنتج ده وشافت الاسم، ايه ده؟ اسمه والشبراويشي بتاع زمان اللي كنا زمان بنجيب الهدايا دي ونحطها في عيد الام، نحط الازازه الريحه او العطر اللي كنا بنقول عليه طبعا الريحه دي، والمنديل القماش اللي مرسوم عليه ورد، وفي قلب الناس بقى الجيل بتاعي عارف الهدايا دي شكلها بيبقى عامل ازاي. فبصراحه بحثنا لغايه ما وصلنا الفرع بتاع اسمه والشبراويشي، لقينا فرع فاضي مفيش غير الموظف بس اللي قاعد بيشتغل. دخلنا صاحبتي زي ما تقولوا كده، يعني ايه، دقت كل الاصناف الموجوده، يعني كل العطور اللي موجوده. بصراحه العامل اللي كان واقف كان متعاون جدا وكان جميل جدا، وبدا فعلا يعرض عليها كل الانواع وهي بدات تختار. واحنا واقفين بدا ناس تانية تبدا تدخل. في حاجه في قانون، في قانون كده اجتماعي بيقول او اسمه قانون المسايره. يعني الناس لو لقت مجموعه بتعدي الطريق يعني هيبقى في امان ان هم يعدوا. لو لقيت واحد خد خطوه كتير واقفين مستنيين عربيات عشان خاطر يعدوا، لو لقوا واحد عدى فبقت المجموعه بتبدا تعدي. فلما تلاقي محل فاضي وما فيهوش حد، فلا ده ما عندوش حاجه تتشري. ده لو في محل عامل سيل مثلا وما فيهوش حد، فانت عارف ان السيل ده مش حقيقي. فلما يبقى محل زي اسمه والشبراويشي بالاسم بتاعهم والعراقه بتاعتهم، ويبدا تلاقي في ناس، اللي بقول لكم المحل فعلا كان فاضي جدا وخلاص الموظف كان خلاص مروح، فلقى بدا بقى ناس كتير تبدا تدخل كل شويه، فهو الموظف خلاص تعبان عايز يمشي. فلو انت الشغل ده مش بتاعك، لو انت اصلا صاحب المحل، فانت هتبقى مبسوط حتى لو انت تعبان ومرهق ومش قادر وجالك ناس
فانت هتبقى قاعد وانت مبسوط لان الشغل بتاعك، فانت مقتنع ان انت بتعمل حاجة. انما لو انا بشتغل بير تايم ووقت معين وخلاص، ايا كان بقى الشركة بتكسب الشركة مش هتكسب، انا ماليش دعوة، انا باخد راتب على وقت معين، فانا لو قعدت زيادة الشركة دي مش هتعوضني، فبالتالي انا مش مهتم ان انا يحصل مبيعات او ما يحصلش مبيعات. تمام؟ فعشان كده كنت بقول لازم انتوا اللي تسوقوا للشغل بتاعكم في البداية، ولازم انتوا اللي تتعبوا، لازم انتوا اللي تسعوا في المرحلة دي. لما ربنا بيلاقيك بتسعى، مجرد ان انت نزلت وبدأت تدور وبدأت تبحث، فتلاقي ربنا بيبعت لك الرزق بتاعك لان انت سعيد. كل يوم الصبح لما كنت بنزل اتمشى كنت بلاقي يعني افواج من العصافير، كلها ماشية في اتجاه واحد، يعني كلهم بيجوا من مكان ورايحين كلهم في اتجاه واحد، وكل يوم الصبح في نفس الميعاد الافواج دي بتعدي وما بترجعش. يعني مش ان هم مثلا بيروحوا مكان قريب كده وبيرجعوا، لا، واضح ان هم متعودين يروحوا مكان معين الصبح، عشان كده كل الافواج دي بتفضل تعدي اسراب ورا اسراب، وكلها فعلا انا فضلت واقفه اتابع الموقف. مهيب حقيقي ان انتوا كل حاجه تقعدوا تتفكروا كده في خلق ربنا، شوفوا هو بيسير الامور حوالينا ازاي. فوالله حتى في مره نزلت، انا كنت بوصل، كان في معايا شغل وكده ورحت اوديه، وكنت ناويه ان انا ما اشتغلش تاني على فكره، يعني عامله حسابي ان انا لا، انا بتعب انا في المشوار ده، فانا مش هنزل تاني المشوار ده. ففوجئت بحد بيطلب مني شغل رغم عني، يعني رغم ان انا مش عايزه، بس برضو الرزق بيجي لك غصب عنك لو انت سعيد. مجرد ما بتسعى فبتلاقي ربنا بيرزقك من حيث لا تحتسب. فما تفكروش، فكروا، ادرسوا، اتعلموا تسويق، اتعلموا ازاي يبقى عندك ثقة في المنتج بتاعك. هقول لكم على موقف كمان. انا اول ما اتخرجت درست ريادة اعمال، وكان في برضو اللي قدي عارفين جمعية FGF اللي هو جمعية جيل المستقبل، اشتركت فيها، وطبعا كنا بنتعلم فيها انجليش وبنتعلم فيها ريادة اعمال وكده. فجه الكورس، وانا في قلب الكورس يعني الانستراكتور طلب مني في اخر المحاضرة ان انا اقوم ابيع حاجة، يعني قومي كده يا كريمة بيع لنا اي حاجة. فانا اتفاجئت، اولا مش عاملة حسابي على المفاجأة اللي هو قال لي عليها دي، وكنت ساعتها ماسكة قلم روترنج في ايدي، وانا من عشاق الاقلام الروترنج بصراحة. فانا كنت ماسكة القلم ومن غير اي تجهيز، وما كنتش اعرف ان في حاجة فعلا اسمها قانون بيع لي القلم ده، او في حاجة اسمها في التسويق خد بيع لي القلم ده. بالفعل قمت وبدأت اكلم زمايلي وامشي وسطيهم بكل ثقة، والقي عليهم التحية واقول لهم ان انا من شركة روترنج ومعايا القلم ده. انت بامتلاكك لنوع واحد من القلم تقدر ان انت يبقى معاك اقلام كتير عن طريق ان انت تغير نوع السنون اللي موجودة في القلم. القلم ده فيه اكتر من ميزة، في الكاوتش او الحلزون الموجود حوالين القلم ده علشان خاطر ايدك ما تتزحلقش وانت ماسك القلم. فيه حتة الحديدة دي عشان لو انت بتحطه في اللبس بتاعك او بتحفظه في البنطلون او في اي حاجة يمسك، تعرف ان انت تشبكه في اي حاجة. وبدأت اعرض المميزات بتاعة القلم، فمع يعني كان اللي حصل ان الانستراكتور بتاعنا انبسط مني جدا وكلهم سقفوا لي، والموضوع بجد ما كانش متحضر له غير ان انا فعلا بحب القلم ده. فلو انتوا بتحبوا القلم، لو انتوا بتحبوا المنتج بتاعكم ومقتنعين بيه، صدقوني انتوا هتقدروا تسوقوه. حبوا المنتج بتاعكم، اعملوا المنتج بتاعكم باتقان وبجودة عالية، وان شاء الله يعني ده يعتبر سعي، ولما تنزلوا تحاولوا تسوقوه ده سعي تاني، واقتناعكم بالمنتج بتاعكم وان انتوا هتبيعوه بالسعر الملائم ليه والملائم ليكم ولمجهودكم، فده ان شاء الله ربنا هيوفقكم فيه. يا رب تمنياتي لكم بالتوفيق، واسعوا وربنا ان شاء الله هيوفقكم.